خذها قاعدة: أكثر الناس نجاحا أكثرهم عرضة للنقد. في البشر طبع البطال اللي ما عنده نجاحات، ما عنده شغل كذا، يعني يشغل نفسه في الناس الناجحين. من هم أكثر الناس عرضة للنقد والاهتمام يعني الالتفات؟ من هم أكثر الناس نجاحا. في الحقيقة عزيزي المشاهد، إذا كان أنت ما عندك أحد قاعد ينتقدك وما عندك أحد قاعد يحسدك، أنت في الحقيقة صفر على الشمال. لازم تعمل شيء الآن، لازم تعمل شيء. يقول: محسودون وشر الناس منزلة من عاش في الناس غير محسود. يعني الإنسان اللي ما هو محسود هذا من شر الناس، لأنه إيش محسود عليه؟ لا إنجاز ولا شيء، هو موجود لو مش موجود نفس الشيء. فلذلك إذا تعرضت للنقد من قبل الناس، معناته هذا دليل أنك أنت قاعد تحقق شوية نجاحات. لا والله تعرضت لنقد أكثر، أوكي، معناته زادت نجاح. لا تعرضت لنقد جامد، ماشي صح. أنت أكيد ماشي صح. إذا كانت الناس جميعا توافقك، أنت يقينا على خطأ، أنت مو. هذه قاعدة نتكلم عنها. فلذلك يعني العرضة للنقد ومن قبل بالذات البطالين، يعني كذا في بعض النصائح وبعض النقد يأتي من ناس يعني متخصصين. لو انتقدني شخص متخصص في الصحة عن أعمال أنا أقوم فيها في موضوع الصحة، أنا سأهتم صراحة لنقده، لأن هذا في مجاله. لو انتقدني أديب في الطريقة اللي أنا أكتب فيها المقالات، يعني أستمع لها، يعني قد يكون عنده وجهة نظر قوية. لو انتقدني شخص متخصص في النفس في الطريقة اللي أنا أتعامل فيها مع نفسي، سأستمع له، يعني هذه قابلة للاستماع. لو انتقدني رجل الأمن في الشارع على الطريقة اللي أنا ماشي فيها، ولا رجل مرور كذا، سأستمع له، هذا شخص متخصص يفهم فيه أكثر مني، أو ربما يفهم في تخصصه. فلذلك بعض النقد جيد، غالب النقد ليس بجيد. ماذا تعمل فيه؟ ارميه. والله ليش أعطاك إذنين وأعطاك فم واحد؟ عشان إذنين عشان تسمع من هنا وتخرج من هنا. غالب الكلام اللي تسمع من بقية الناس، يعني بعض الكلام جيد، غالب الكلام ليس جيد. بعض النقد جيد، غالب النقد ليس جيد. فأكثر الناس نجاح. لما تشوف الناس يتعرضون يعني أنت الحين ادخل ظاهرة فيسبوك ولا ظاهرة تويتر. ظاهرة فيسبوك وظاهرة تويتر يعني أظهرت ضحالة الفكر العربي، أظهرت الضحالة في الفكر العربي، أظهرت أنه هو في الحقيقة تكاد تعد المفكرين في الوطن العربي على كثرة المشاهير والأسماء وكذا. بس أنت لا تفهم، أنا لا أفهم في بعض الأحيان ليش الناس تتابع مثلا بعض الأشخاص. ما هذه الضحالة اللي يعرضها هذا الشخص في طوال الوقت والناس ترد عليه وتشتمه وتنتقده وتسبه وكذا. فالحقيقة كشف لنا الحقيقة. أنا ما أدري، ساعات أفكر أقول يمكن هم اخترعوا فيسبوك وتويتر عشان يبينون لنا ضحالة فكرنا، يعني يمكن هذا عشان ينبهونا. وصح، احنا انتبهنا، احنا انكشفنا الآن، صارت أمورنا أكثر وضوح، وبدأنا نفهم نفسنا أكثر لما عرفنا هذا مستوى فكرنا. خليك منتبه، بالذات من المجتمعات، يعني المجتمعات العربية غالبها، بعض المجتمعات العربية فيها تفوق، فيها نجاحات، غالب المجتمعات العربية ما فيها. العرب اليوم هو في الحقيقة يعني إشكالية على العالم، صح ولا لا؟ هم ينتجون 2% من إنتاج العالم كله ويستهلكون 5%. لو مسكنا العرب كلهم وحرقناهم على بعضهم كذا، نوفر على البشرية 3%. فأنا في الحقيقة لن نرضى كعرب أن نستمر بهذه الطريقة. إحنا فضلنا على العالم، مش العالم هو متفضل علينا، حاليا العالم متفضل علينا. يجب أن احنا نخطو خطوات الآن نعود إلى وضعنا الصحيح، اللي هو نحن جزء من البشرية، نحن نساهم في بشرية أفضل، أو احنا الحقيقة نتصدر على البشرية، نعطيها أفضل كما كنا نفعل في الماضي. علينا الآن نقوم بدورنا الصحيح. لذلك كثرة النقد، لأن كثرة البطالين، لأن كثرة الناس اللي ما عندها شغل. فلا يهمنك إذا كنت أنت مثلا تحقق بعض النجاحات عادي. وعلى فكرة بعض النقد ما يجيك من ناس في تويتر وفيسبوك، أحيانا من القريبين. يعني في كل أعمال تقوم فيها في البداية ستحصل نقد. من الذي سينجح والذي سيستمر؟ استمع إلى إلهام قلبك. الاستماع إلى إلهام القلب مسألة في غاية الأهمية. هذا تطبيق من أهم التطبيقات اللي تمارس فيها اتخاذ القرار في الحياة، أن أنا أستمع إلى قلبي. قلبك إذا قال لك لا، الجواب لا. قلبك إذا قال لك نعم وعقلك قال نعم، في انسجام عظيم. قلبك يقول لا، عقلك يقول نعم. لا، قلبك يقول نعم، عقلك يقول لا. قلبي الاستماع قلب، هاي تقنية لما تتقنها. أنا أعتقد أن فك شفرة صلاة الاستخارة هو كذا. ما معنى صلاة الاستخارة؟ أنك أنت تروح تصلي صلاة الاستخارة وتنسى الفكر، وبعدين أوكي بديت أشعر أو أحس أو كذا. هي الصلاة هذه المقصد منها أنك أنت لا تفكر، تركن إلى الإحساس بمشاعرك القلبية، يعني تلجأ إلى قلبك. أشخاص الذين يستمعون للفكر فقط دون الإلهام، لأن لا يوجد هناك أي اختراع أو أي ابتكار جاء من العقل. لا يوجد في الحياة أبدا من التاريخ البشرية أي اختراع أو أي ابتكار وجد من العقل. كل الابتكارات والاختراعات والتغيير الحقيقي الذي حصل للبشرية وما زال يحصل من الإلهام، يحصل من إلهام القلب. هي عبارة عن إلهام حقيقي جاء من مشاعر القلب. لذلك إذا كان قلبك يقول لا لا، إذا كان قلبك يقول نعم نعم. كيف تعرف إذا يقول لا أو لا، أو لو يختلف مع عقل؟
إذا كنت أنت تحاول تقنع نفسك فكريا، تحاول تقنع نفسك، فمعناه القلب يقول لا. فدائما تسأل نفسك عندما أردت أن أخذ القرار ماذا شعرت في البداية؟ هل شعوري كان طيب وشعور إحساس الله كذا؟ إذا كان هذا الشعور موجود فمعناه أنه قلبك الذي يحرك. يعني أعطيك تمرين في هذه المسألة. خليك منتبه أن الشخص اللي يكثر النجاحات يكثر أيضا الفشل، صح ولا لا؟ من هو الإنسان الذي لا يفشل بتاتا؟ هو الذي لا يعمل بتاتا. إذا كنت أنت ما تريد أن تصبح فاشل بتاتا لا تعمل ولا شيء، فأنت ستضمن أنك لن تفشل. الناس الناجحين فشلهم كثير. إذا كانت نجاحاته كثيرة وعظيمة فمعنى ذلك أنه عنده فشل أكثر من غيره يقينا، لأن أنت في الغالب تفشل عشرات مرات تنجح مرة. فضع الآن في تمرين كذا جلسة مع نفسك بعض النجاحات اللي حققتها في حياتك. أحيانا تكون بعض النجاحات بسيطة، ما في إنسان ما عنده نجاحات بتاتا، لا يمكن. ممكن تكون أنت مشيت، طيب كيف مشيت الآن؟ أنت تمشي وهذا نجاح أنت حققته. يمكن طفل صغير ما كنت تستطيع تمشي، حاولت مرة وسقطت، وحاولت مرة ثانية وسقطت، وحاولت مرة ثانية وبعدين حبيت، وبعدين ما إلى أن وصلت بديت تمشي، نجاح. الآن أنت تقوم وتجلس وتمشي وكذا بدون يعني أن تفكر حتى. فهذا نجاح، هذه واحدة من النجاحات. اختار أي نجاح لو ممكن إنجاز أنجزته أنت ونجحت فيه، سواء كان صغير أو سواء كان كبير، سواء كان قليل أو سواء كان عظيم، أيا كان. ثم راجع مع نفسك كذا ما هي النقد الذي حصلته من قبل الآخرين، ما هي المشاعر التي كنت تشعر فيها. تعمل تمرين من طريقتين. الطريقة الأولى هل تم انتقادك من قبل الآخرين ومع ذلك أنت استمعت إلى قلبك واستمريت ونجحت. فيما بعد الناس بدأت تحترمك لهذا الإنجاز الذي عملته. أنا في حياتي لما أنظر كذا في بعض النجاحات في البداية دائما نقد، دائما اعتراض، بعدين هم يا إما يشتغلون معي أو يشتغلون عندي أو يعني أتفق معهم أو يعني يستمرون في النقد وكذا، هم قاعدين بطالين يعني. بس هو في الفكرة أنك أنت الآن تفهم من البداية. التمرين الجزء الثاني من التمرين هو أنك أنت تفهم المشاعر القلبية، هل أنا مرتاح لهذا القرار أم لا؟ اعمل هذا التمرين، جرب حتى تتقنه. وخذها قاعدة: أكثر الناس نجاحا أكثرهم عرضة للنقد. ألقاك في اللقاء القادم بإذن الله.